السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل القرنبيط، هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا ولذيذة قوي، وكمان هنعمله مقرمش زي ما سمعتوا كده في اول الفيديو. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجة معانا كده القرنبيط، قطعناه وغسلناه بشكل كويس جدا زي ما انتوا شايفين. بعد كده عندي حلة كده فيها مية بتغلي زي ما انتوا شايفين. نزلت بمعلقة كبيرة من الملح، وبعد كده هنزل بكل كمية القرنبيط اللي عندي. هسلقه زي ما انتوا شايفين، ولكن لمدة دقيقة واحدة بس، مش اكتر من كده. اول حاجة كده علشان نعمل طبقة الكفر بتاعتنا هنبقى محتاجين كوباية من الدقيق، خلاص عليهم معلقتين كبار من النشا. هننزل كمان ببيضاية. خلاص بعد كده البهارات بتاعتنا معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح، عندي كمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وكمان معلقة صغيرة من البابريكا، أو ممكن نستبدلها بالشطة، خلاص طبعا على حسب الرغبة. هننزل كمان بالمية، مية فترة عادية جدا. خلاص هننزل بيها بالتدريج علشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نوصل لقوام ما يكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي، قوام مناسب. وده القوام اللي وصلنا له زي ما انتوا شايفين كده. زي عجينة الكريب بالظبط، خلاص نفس القوام بالظبط. بعد كده هننزل بالخضرة بتاعتنا، عبارة عن بقدونس او كزبرة على حسب المتوفر عندك والمتاح، تمام. وبس كده، ده الخليط الاول بقى جاهز معانا. بعد كده هعمل الكفر الخارجي، عبارة عن كوباية من الدقيق عليهم معلقة كبيرة من النشا، خلاص وهندوبهم كويس جدا مع بعض. اول حاجه كده هننزل بالقرنبيط بتاعنا بعد ما سلقناه لمده دقيقه، او ممكن كمان دقيقتين اقصى حاجه، ما نطولش عن كده. خلاص نزلنا بالخليط السائل في الاول، وبعد كده هننزل على الخليط الجاف اللي هو عباره عن الدقيق مع النشا مع بعض بس. خلاص كده علشان نعمل طبقه الكريسبي الاخيره المقرمشه. بعد كده هننزل القرنبيط بتاعنا في زيت غزير كده زي ما انتوا شايفين. واول ما بياخد معانا لون كده من الجنبين، خلاص بنطلعه على طول زي ما انتوا شايفين كده. شايفين زي الكنتاكي بالظبط. اهم حاجه لازم تطلعيه على شبكه زي ما انت شايفه كده، علشان خاطر يفضل مقرمش معاكي وما يطراش خالص، لانك لو طلعتيه على طبق او على حتى مناديل مطبخ هيطرى معاكي. خلاص يبقى لازم نطلعه على شبكه علشان تحافظي على القرمشه بتاعته. عايزه اقولك اخد لون حلو قوي وطعمه حلو قوي بجد. جربيه مش هتندمي خالص. بس كده، يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، والفيديو النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.